لو انت زي حالاتي بتحبي تشغلي عود البخور وما عندكيش مؤخرة مخصوص لعيدان البخور، تعالى اقولك الحل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احلى متابعين عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. للناس اللي بتشوفني لاول مرة، انا سلمى ودي قناتكم قناة سلمى الحسيني. يلا بسرعة اشتركوا فيها، بقدم فيها كل حاجة تخص البنات. فرحوني واشتركوا فيها ووصلوني ل5000 مشترك. ويلا بينا على الفيديو بتاعنا. الاول يا بنات، لما كنت باجي اشغل عود بخور كنت بجيب الطفايه واحط فيها العود، فكان بيتطفى في نصه او الهفو اللي فيه، والحاجات اللي بتنزل منه كانت بتنزل على المفرش اللي انا حاطه عليه الطفايه، وكانت بتبهدل الدنيا. ففكرت في حل كده، حاجه بسيطه موجوده عندنا كلنا، وهو قطعه الفل التخينه. اي واحده بقى لما تكون شاريه حاجه بيكون فيها قطعه فل كده، او لو حته السفنجه اللي بتبقى موجوده لما بنشتري المحفظه او البوك، بتكون موجوده عندنا برضو، بتبقى تخينه كده. هوريها لكم. شايفين قطعه السفنجه دي؟ انا كنت شاريه محفظه وهي كانت موجوده فيها. بصوا بيبقى سمكها عامل ازاي، ده كده سمكه تمام. فاحنا بنجيب حته سفنجه او فله سميكه زي دي كده، وبنقوم عاملين ايه، بنجيب عود البخور بتاعنا اللي احنا هنستخدمه، وبنقوم بمنتهى السهولة غرزينه فيها كده اهو. بس كده، هي دي الفكرة بتاعتنا. فكرة بسيطة وجميلة وسهلة. هتحافظ لنا على المفرش بتاعنا ان مفيش حاجة تنزل عليه. اي حاجة هتنزل من عود البخور هتقوم نازلة على قطعة الفل دي او قطعة السفنج دي، مش هتوسخ لنا الدنيا ولا حاجة. فكرة بسيطة وجميلة ومتوفرة عندنا كلنا. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو شيروه مع كل حبايبكم عشان يستفيدوا منه. ولو عجبتكم القناة بسرعة 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 اشتركوا فيها، وكل اللي بيشوف الفيديو يسيب لي لايك وسيبوا لي كومنت. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد وفكرة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.